من فترة عملت فيديو لاختراع كده بنعمله اللي سميته وقتها الرز المليان. أكلة متكاملة فيها كل حاجة من كارب وخضار وبروتين وطعمها حلو جدا، وزي ما طلبته عملته مرة تانية بس بالفراخ بدل اللحمة، والمرة دي بقى عملته كله في حلة واحدة بس. بدأت بصدور فراخ نضفتها من الدهون وقطعتها مكعبات صغيرة قوي كده، دول كانوا نص كيلو. تبلتهم بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة بابريكا وربع معلقة صغيرة بودرة ثوم وربع معلقة صغيرة كركم، وحطيت عليهم حوالي معلقتين كبار زيت زيتون وقلبتهم كويس جدا لحد ما اتأكدت ان التتبيلة غطت كل حتة من الفراخ كويس. بعدين اخترت طاسة او حلة تنفع اني اعمل فيها الاكلة كلها، يعني حاجة تكفي كمية الاكل كله اللي انا عايز اعمله. سخنتها على نار بين المتوسطة والعالية، ولما سخنت حطيت فيها معلقتين كبار زيت زيتون وحطيت فيها الفراخ، وعشان دي طاسة ستينلس فبستنى الفراخ تبقى بتتفك بسهولة كده، بعدين بقلبها، ده عشان ما تلزقش منها حتت في الطاسة وتتحرق من تحت، وكمان عشان تتحمر كويس. لما الفراخ استوت من بره كده شلتها وحطيت مكانها شوية زيت كمان، وحطيت الخضار. والخضار عبارة عن نص بصلة متوسطة وشوية فلفل ألوان مقطعهم مكعبات صغيرة كده. قلبتهم شوية وحطيت عليهم ميكس خضروات برضو عبارة عن بسلة وفاصوليا وجزر، دول كانوا فروزن عندي في الفريزر، والكمية حسب ما تحبوا، أنا بحط حوالي كوباية أو اتنين كده. تبلتهم بمعلقة صغيرة ملح وفلفل أسود وقلبتهم لحد ما شبه استووا أو بقوا سوتيه كده. بعدين حطيت معلقة كبيرة مليانة معجون طماطم وكوباية عصير طماطم متصفية وقلبت كويس ودقت. مهم هنا انها تبقى مالحة شوية عشان الملح اللي فيها هو اللي هيملح الرز. انا حسيتها محتاجة ملح زيادة وكمان مرقة فورية فزودتهم وقلبت، وبعدها بقى حطيت الفراخ تاني. لو عايزين ممكن تسيبوهم يستووا كده وتستخدموا صوص الفراخ ده على رز ابيض انتوا عاملينه، بس للرز المليان انا بقلب كل حاجة في بعضها عشان الرز يبقى مليان فعلا. فعليهم حطيت كوبايتين رز مصري، الاحسن يبقوا مغسولين ومتصفين، وقلبتهم بالراحة عشان يتغطوا بالصوص اللي حواليهم ده بس ما يتكسروش. بعدين حطيت كمية مية تكفي تبقى اعلى من الرز بحوالي سنتي، مش اعلى من كل الاكل، لا اعلى من الرز بس، فاهمني؟ بعدين غطيت الحلة او الطاسة دي ووطيت النار لأهدى درجة وسبت كل حاجة تستوي. بعد حوالي تلت ساعة كده بتشيك عليها استوت ولا لأ بإني بدوق رز من نص الحلة من فوق، لو الجزء ده استوى يبقى كل الرز استوى. بحب في الآخر أزود كمان خضار فريش مبشور، بقدونس مثلا أو كزبرة، وأقلبه بالراحة جدا برضه عشان الرز ما يتكسرش. وبس كده، أكلة متكاملة في حلة واحدة من غير مواعين كتير وطعمها تحفة. جربوها باللحمة والفراخ وقولولي أنهي عجبتكم أكتر. ولو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.